عسلامة، مرحبا بكم. باش نعملوا اليوم كعيبة صابلي. الوغ بالنسبة للمقادير نستحقوا لهني 125 غرام سكر محور، عليهم 125 غرام زبدة. باش نستعمل شوية زيت، عندي لهني حكاية 75 مليلتر زيت، كاس صغير زيت. وعندي لهني عظمة، ربع مغرفة خميرة ما نكثروش، وساشي دو فاني. وعندنا لهني بيان سور الفارينه اللي باش نستعملوها نورمالمون 500 غرام دو فارين. اي بيان سور ديما نقولوا على حساب الفارينه تشرب، ولا نجمو نستحقوا نزيدوا ولا نقصوا شويه. الوغ عندي العجينه هذه نتاعي توا باش نقسمها على زوز، باش نعمل دو كولور، معناها وحده غو دو فاني اللي عندنا هذيكا، والاخرى باش نزيدها كاكاو باش تولي معناها غو دو كاكاو، باش يجينا زوز الوان نتاع الصابلي نتاعنا. عندي العجينه نتاعي لهني، بعد ما خرجتها ارتحت شويه في الفريجيدير، خرجتها تو باش نحلها ونشكل. عندي استعملت لهني اني عندي ساشي معناها جديده ترانسبارونت، تنجم تستعملوا بابي كويسون، تنجم تستعملوا بابي ترانسبارون. المفيد هذا باش يخليكم الكعبه تتحل قد وتبدا مرتوبه من فوق. ترشوا الفارينه بيان سور باش ما تلصقش من اللوطه، وتحاولوا تحلوا بالطريقه هذه، تحلوها فين شويه معناها جويده، ما تخليوهاش غليظه، وتكملوا تختاروا الاشكال اللي تحبوا عليها انتوما وتشكلوا الصابلي نتاعكم.
فوالا هاذوما ميسابلي بعد ما شكلتهم باش ندخلهم توا للفور. ما تخليهمش بيان سور تتفقدوهم، ما تخليهمش يحمروا، يلزم يكونوا بيض. بنفس الطريقة باش نكملوا بارتي نتاع الكاكاو، معناها الصابلي اللي بالكاكاو. ما تنساوش ديما تغطسوا الاشكال نتاعكم في الفرينه باش ما تلصقش في الصابلي. اي فوالا دونك باش نعمل بعتلي بارتي اللي تبدا منقوبه من الفوق، باش بعتلي نحط فيه الكونفيتور وتزينوا كيف ما تحبوا نتوما. نوريكم فكرة كيفاش تنجم تزين نفس بالعجينة تاع الصابلي. عملت دي بتيت فلور عندي الشكل هذا. تنجموا تستعملوا باتاموند، تنجم معناها المفيد حاجة هكا باش تزين بها من فوق، حاجة اختيارية بيان سور. شو عندي توا باش نزين، عندي المعجون اخترت معجون فخاز، معجون مشماش، ولهنا عندي شويه شحور ثقيل شويه باش نزين بيه من فوق. عندي فيليه تاع لوز ولوز مهروش، هذه حاجه اختياريه باش تزينوا بها لي صابلي. لو عندي لهنا صابلي بتاعي دهنته بشويه شحور كما قلت لكم، بعتلي باش نغطسوا في اللوز المهروش. هذه زينه راهي معناها حاجه اختياريه لكم. بعتلي باش نحط الكونفيتور بيان سور ونكمل الطريقه هكاكا. هذوما ميسابلي بعد ما كملت زينتهم، ديما الزينة ترجع لكم معناها اختيارية. ان شاء الله عجبتكم الرسالة، ما تنساوش الجيم، et abonnez-vous à ma chaîne.